ونحن الآن رغم أن السودان عنوان القضية بتاعتها المعروفة اللي لها أكثر من 60 سنة، إلا أن كل المحطة طبعا بنجد لها عنوان أكبر بغطي على كل القضايا التي نحن كنا بصدد للنقاش لها ولإيجاد الحلول. فدخلنا في حرب 15 أبريل، أفتكر مسحت كل ما كان موجودة، لأنها هي مسألة عظيمة وكبيرة وانفجار ممكن نسميها هي أكبر انفجار وأكبر حرب اللي أدت لخسائر كبيرة جدا، وما زالت تحصد أرواح وخسائر أخرى المادية، وكذلك الخسائر حتى معنوية بالنسبة للسودان. ونحن كمان فأصبحنا خاصة في الفترات الأخيرة نقف ما بين الظنون أن السودان سيكون دولة واحدة أو دويلات أو عبارة عن إمارات مقاطعات، فأصبحنا لا نعرف ما هو مسير الحقيقي للسودان. فلذلك كلنا نسعى لإيجاد مستقبل واحد للسودان، لأن الحرب الآن تنزلق ل... لاتجاهات ممكن ربما تكون هي خارج سيطرة المتحاربين نفسهم. ففي الحقيقة في الأيام الأخيرة نحن أنا شخصيا بدأت أتطوع للحركة الغير تكليف من أي جهة، ولكن أخذ تكليف بنفسي وتكليف وطني إذا تمكنت بأن أقف أمام بعض التحديات من أجل وصول إلى السلام. وهذا طبعا فبدأنا تحرك مع دول الجوار مع إشادتنا للقمة التي انعقدت في القاهرة في يوليو الماضي، وكان ذلك القمة تتحدث عن حركة وتنشيط دور الجوار الإقليمي من أجل إسراع في السلام. وهذا لا يلغي دور المملكة العربية السعودية اللي الآن المنبر تجري فيه المفاوضات، وأيضا ولا يلغي برضو دور المساهلين الآخرين بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن من حيث معرفتنا وتجربتنا وحسب ما نقرأ، احتمال أو ربما أنا خاطئ، ولكن من خلال قراءتنا بنجد أنه دول الجوار هي الدول الآن تشارك الآلام التي في الحقيقة خلفتها الحرب في السودان، ويشاركوننا أيضا برضو في استضافة اللاجئين والنازحين، ويتقاسمون معنا لقمة العيش. وزي ما بيقولوا ومن their share agony، الألم كله ونحن مشتركين مع بعض. وبالتالي الواطي الجمرة ليس من يطأ الماء على رجله، فلذلك نحن نجد أن دور دول الجوار مهم جدا، ولكن هذا يجب أن يتم توحيد كل الجهود الدولية، سواء كان ذلك الدولية والإقليمية. ونحن بنرى أنه الطريقة المثلى أن تنصب كل هذه الجهود لصالح دول الجوار، ومن ثم دول الجوار ربما ترسم خط أو تضع زي ما بيقولوا الخط العريض أو هايوي لإدخال قضية السودان في أفريقيا من خلال إما الاتحاد الأفريقي إما إيجاد أو الاثنين معا، بالإضافة للجهود الوطنية الكبيرة. وفي النهاية هذه الجهود سواء كان إقليمية أو الدولية، سواء كان ذلك جهود الجوار الإقليمي
وبالتأكيد هي مكملة للجهود الداخلية السودانية. فلذلك برضو أرى أننا كقوى سياسية ومدنية وأصحاب الرأي كلنا، وأيضا يعني اللي هي الناس النوتابل فيجرز يعني في السودان، كلنا يجب أن نسعى لاتجاه للتوحيد الرأي الداخلي. وذلك الرأي الداخلي فيجب أن نضع على الأقل، أو يجب أن نتحرك بمنطلقات أو مرتكزات أساسية. أول مرتكز له هو وحدة السودان أرضا وشعبا، والمرتكز الآخر اللي مفروض أن احنا ننطلق بها حفاظ أو احترام سيادة السودان من كان دولة، بغض النظر عن حجم الدولة، سعاتها، قواتها، تأثيرها الإقليمي، يجب أن يحترمنا نحن برضو جغرافيا ولدينا الشعب. وافتكر ديل المنطلقين الأساسيين يجب أن نتفق كلنا كقوى سياسية ونتحرك قدما، لأنه مثل هذه الحروب ربما المتحاربين نفسهم يعني من دون سيطرتهم ممكن بتحصل انشقاقات اجتماعية، ولأن السودان ليس كالدول الأخرى. وفي ناس بيقولوا ممكن ما يحصل السودان زي الصومال مثلا أو ليبيا مثلا، لكن القراءات بتاعتنا إذا استمرت الحرب ستكون أسوأ، لأنه ليبيا لغة واحدة، دين واحد، وثقافة واحدة، وكذلك الصومال لغة واحدة، دين واحد، ثقافة واحدة. ولكن في السودان وحتى في داخل هذه القاعة نحن ثقافات والديانات واللغات، وبالتالي دائما الحروب تصنع انشقاقات كبيرة جدا، والانزلاقات ربما زي ما قلت لكم ممكن تخرج خارج سيطرة المتحاربين نفسهم. ربما أنا لم أسمع حتى الآن من أي واحد من المتحاربين لغة ممكن يعني بتأشر على أن السودان يجب أن لا تكون دولة واحدة، ولكن فمتأكد أنه بهذه الحرب واستمراريتها فممكن بتكون في عدد من الكانتونات ممكن تحصل يعني. فلذلك الآن نحن بصدد بأن نجد الحلول الدائمة، وهذه الحلول الدائمة زي ما قلنا لك لديها 3 مراكز أساسية. المركز الأول هو مركز الداخل السوداني، فده إذا ما نسق نفسه وما وحد نفسه وبالتأكيد الثغرات للتدخلات السالبة ستستمر. المركز الآخر هو مركز الدولي، يجب أن ينصب كل الجهود في الدعم الإقليمي ومنبر الذي ممكن يخلق تحت مظلة دول الجوار. الثالث هو إغناء طرفي الحرب، والآن أنا شايف في هذه الحرب ممكن يعني الحرب نفسها صنعت أطراف كثيرة جدا بحكم الممارسة وبحكم برضه يعني فتح غطاءات على ما كانت مغطية من الأشياء كثيرة جدا. فهذه الأطراف ربما ستكون أيضا جزء من الحل، ما بالضرورة تكون جزء من الحرب، لكن يجب أن تكون جزء من الحلول. ففي الأسابيع الماضية في الحقيقة أنا يعني تحركت في التقيت بعدد من الرؤساء، أولهم الرئيس أساس أفورقي رئيس إريتريا، ورئيس أساس أفورقي وهو يرى ما نراه وأيضا يستشعر خطرا في السودان، وبالتالي هذا خطر السوداني ربما ينتقل إلى أفريقيا كلها، ولذلك يجب دول الجوار التحرك. والتقينا أيضا مع أخواننا المسؤولين في الملف في مصر، وكذلك لديهم نفس الرأي ولديهم نفس موقف. التقينا بالرئيس سلفا كير ميارديت ورئيس جنوب السودان، وهو أيضا يعني في الحقيقة يرى أن الناقور الخطر قد نكر ونقر،
وهو يريد